على الامل. قلت لك هل هناك امل؟ ما جاوبتنيش، اعطيني الجواب. هل هناك امل؟ نعم. تقول لي كيفاش؟ لا تقول لي كيفاش. والله يا اختي الكريمه، شوف يعني شغل هذاك يقول لك جاوب بوي ونو، هذه باش في اللوطو ولا مش عارف شنو الالعاب هذوك تاع يقول لك جاوب او لا با. ما راناش فيها دوك. الا هداه ربي، يقول لك انا هضر في لغه الشعب، الا هداه ربي الرئيس هذا ولا مش عارف العسكر اللي معاه اللي يتعاملوا مع السيقايد هذا والباقي، الا هداهم ربي يفهموا بلي خلاص التحيل والفهامه ديالهم هي اللي داتنا الانسداد، وما تجيش تمشي الفهامه تاع الناس داخل الهيئه العسكريه ورئاسه الجمهوريه فهامتهم فاشله، ولو كان يوصلوا بها يقتلونا يهلكونا. لو كان يوصلوا ما كاش الامل، انا رديت لك. اما دوك الا يهديهم ربي، باسكو ربي احنا يقول لك هذاك ودار حاجه الله يهديه، وكي ما يهديهش ربي واش نديروا؟ خليه يخربها. واش نديروا؟ نستناو ليوم القيامه ولا كيفاه؟ واش تنصحهم انت؟ انا ننصحهم يعني يدبروا من درك في يعني إعادة يعني تأسيس الدولة الجزائرية الحقيقية اللي عمرها ما تأسست. ما كانش حنا عندنا دولة جزائرية حقيقية من الأبد، ماشي اليوم برك، عمرها ما كانت. هذه شبه دولة، يعني ناس جات باسم الدهنية تاع الثورية قال لك حنا حررناكم، انتم ملك تاعنا. الدولة تعتقد بكل يعني نية أنه الشعب الجزائري والاقتصاد الجزائري والتراب الجزائري ملك خاص لها. هذا الشيء هذا بركة. على حسب كل ما قلتم مدللاته بالمقابل، مدلل الشعب بالمقابل على حسب كل يعني على ضوء كل ما قلته من قبل. الدولة تدلل الشعب نتاعها، توفر له كلش باطل وما هذه قلت لك هذه هي المعادله الخاطئه اللي تاسست عليها. قال اسكتوا، حشيشه طالبه معيشه انا نعطيك. هي الحشيش على بالك، الحشيش يعني ياخذ الاشعه تاع الشمس ويحولها الى اكسجين. احنا ما يحول والو، ياكل وقاعد هكذا يقول لك هكذا وتمشي. الشعب قبل هذه المعادله بلا ما يتفاوض عليها صابها خبزه. واحد يخدم في شركه عموميه بصح يخلص، ما كانش اللي يقدر مثلا يعاقبه ما خدمش خدمته وخطاش القوانين. يخدموا 3 سوايع في اليوم ولا هكذا باش هذا ما يتخدمش خلاص. هذا موجود حتى في المؤسسات الخاصه. العجز المالي هذاك هكذا كان بكري بومدين يقولوا له يا ودي باللي الزراعه راهي راحت فيها. شوف قبل